وأنا أبشر الشيعة أن والسنة لحظة، لا أبشر الشيعة أن أهل السنة والجماعة كلهم سيصبحون شيعة، بس بشرط واحد وبطلب بسيط، وعلى الدكتور الموسوي أن ينفذه. وهذه بشرى كبيرة جدا وأبسط من كل هذا. ولا أدري، يمكن الدكتور الهاشمي سيزعل مني يقول لي عطلت لي البرنامج كله. إذا لبى الأفاضل المشايخ الشيعة هذا الطلب البسيط، وسنؤمن بأن المهدي وبأن آل البيت وبأن الاثنى عشر، نؤمن أنهم معصومون وأنهم يحركون ذرات العالم وأنهم لا يخطئون. جهاد بسيط كل الطلب. الدكتور الموسوي أقر أيها العقلاء من الشيعة والسنة أن المهدي حاضر وأنه حي، وأنه يتم بينه وبين بعض العلماء لقاءات والمؤمنين. جميل، والمؤمنين. بدنا حاجة بسيطة جدا وانتهى البرنامج اليوم، وهي نحن نطالب بياخذوا واحد من أهل السنة المعتدلين ويدخلوه على السرداب ويلتقي مع المهدي ويجي على البرنامج، برنامج الدكتور الهاشمي، والله يشترك حيتعطل بقى البرنامج، وسيقول السني لقد شاهدت المهدي فاسكتوا يا أهل السنة، وانتهت المشكلة. الآن تصور كل أهل السنة حيصيروا شيعة، بس ما الطلب البسيط. ما الذي يمنعهم؟ هل من حقنا أن نطالب برؤية المهدي؟ أليس من حقنا أن نرى إمامنا الذي عصمه الله ونحن سنعصم باتباعه؟ كيف لا يكون هذا الطلب البسيط ونحن تركنا كل الجدال وننتظر من الإخوة الشيعة وعلى رأس المسوي أن يتوسط لنا؟ على كل حال نحن نرضى لا يأخذ عالم من علماء أهل السنة، وإنما يأخذ الدكتور الهاشمي والتذاكر على حساب الهاشمي. السؤال الأول